السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا ديجا ودي قناتي سهلة وبسيطة. ان شاء الله النهاردة اقول لكم طريقة عمل الرز الحباية وحباية او حبة وحبة او رزاية ورزاية، مش عارفة اسمه ايه بصراحة، بس هو سهل قوي وطعمه جميل جدا. الوصفة قديمة لكن مش بتظبط مع اي حد بسهولة من اول مرة. اهم حاجة الرز اللي هو بيتعمل ابيض او حبة وحبة من غير الشعرية لازم يبقى فيه مادة دهنية زيادة عن اللي هو الرز اللي بشعرية. طيب احنا دلوقتي هنا كنت عاملة 3 كوبايات رز، فقسمت الكمية ما بين كوباية ونص وكوباية ونص. أول حاجة نزلناها طبعا سمنة، حطيت سمنة بلدي وحطيت زيت وغسلت كمية الرز كلها وصفيتها، وخدت نص الكمية بس شوحتها كويس واتحمرت زي ما انتوا شايفين كده انها وصلت للون الذهبي، وفضل النص التاني منقوع في المية في المصفى بتاعته زي ما هو. تمام. وبعدين بعد طبعا التقليب هنا في النص الاولاني بيبقى مش اقل مثلا من 6 دقايق او حاجه. يعني مش بس تقلبي تقليبه وخلاص، لا ده انت تقلبي فيه وتفضل ايدك فيه لانه بيلزق في بعضه، فلازم تفضلي تقلبي فيه بالمعلقه باستمرار لحد ما يوصل للون الذهبي المطلوب. وبعدين ممكن يبقى اغمق شويه من الذهبي كمان. وبعد كده بننزل عليه بالنص التاني من الرز، عفوا، طبعا يكون متصفي كويس جدا. وبعد كده بنبدأ بقى نملح الرز كله زي ما قلنا. كوباية الرز بتاخد معلقة إلا ربع من معلقة الشاي، معلقة إلا ربع ملح. وبنحط برضو بنسقيه مية سخنة مغلية علشان ده بيساعده على السوى بشكل أسرع وبيبقى طعمه أحلى كتير وما بيعجنش، وكل حاجة بتبقى فيه مظبوطة. لو حطيتي فيه مية مغلية مش هتحسي إن الرزاية لسه مستوتش كويس او مش مفرفره كده، مش هتبقى معاكي يعني هتبقى متعجنه. تمام. فهي كده احنا سقينا طبعا كل كوبايه رز مصري بتاخد كوبايه ميه مغليه، فكده انا هنا حطيت 3 كوبايات ميه مغليه وقلبته وسبته على النار لحد ما اتشرب، وطيت النار خالص على الهادي وحطيت الشياطه وسبته لحد ما استوى. كان في خلال ربع ساعه استوى وبقى زي الفل. طبعا بتعرفي ان انت في الاخر بتقلبيه كويس هتلاقيه خلاص الرز استوى، ما بقاش فيه اي تعجين ولا اي حاجه، وممكن تدوقي منه كمان. بعد 10 دقايق خلاص بتطفي النار. لو حسيتي ان هو لسه عليه شويه صغيرين بتسيبي الغطا مقفول علشان يكمل السوا على البخار بتاعه. ولو لقيتيه استوى خلاص ممكن تفتحي الغطا او ممكن تسيبيه برده كده، يعني ايه مقفول زي ما هو، مش هيحصل حاجه اي حاجه فيه ولا هيعجن. انا اقصد ان في ناس بتسيبه بتكشف الغطا عليه بعد ما يبقى استوى خلاص وتطفي عليه النار، بس انا ما بحبش كده، انا بسيبه مقفول زي ما هو وبيبقى زي الفل وما ما يعجنش ولا اي حاجه. بس دي التكات بتاعه الرز الحبايه وحبايه. اهم حاجه تفضلي تقلبي في النص الاولاني في السمنه والزبده او السمنه والزيت كتير لحد ما يوصل للون الجميل ده، بيبقى طعمه حلو قوي مع اي طبيخ. اكل بيبقى طبعا هو ده قديم مش كل الناس بتعمله دلوقتي، بس سهل قوي وريحته بتبقى قلب البيت. ان شاء الله الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.